ثبت هذه العملية، لأنه هذه من شأنها أن تطلق موجة جديدة من العنف والتصعيد الجماهيري. السؤال إلى أي مدى هم مستعدين إنه يتحملوا تبعات مجازر متوقعة كلها ستشكل جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم أخرى. أنا أعتقد أن الشعب السوداني بهذا المفهوم حقه يفرق بين إنه نستفيد من مساعدات الخارج والفرق بينه وبين الوصاية، فرض هذا النوع من البرامج السياسية التي تخدم فقط مصالح القوى الدولية والإقليمية. وهذا واضح، جارين هم هسه في سباق مع زمن عشان يعلنوا عن حكومة مزيفة زي حكومة حمدوك واجهة لحكومة مدنية، لكن الحكام الفعليين هم المكون العسكري. هذه هي الخطة، تكون هي دي الواجهة تفتح لهم السكة لدول زي الولايات المتحدة اللي الكونغرس رافض التعامل مع حكومة انقلابية، حيكون عندهم واجهة بتاع حكومة مدنية زائفة زي حكومة حمدوك يتعاملوا بها. الاتحاد الأوروبي بنفس الصورة، أنا لقيت المبعوثين الستة بيفتكروا إنهم في سباق مع الزمن عشان شعوبهم أيضا لا تسمح لهم بالتعامل مع حكومة عسكرية بعد مرور أكثر من سنة ونص. هذا مرفوض في أوروبا، في البرلمان الأوروبي تحديدا وفي الكونغرس الأمريكي، وهم جارين عشان يعلنوا حكومة مزيفة عشان ما يخشوا ينافسوا الصين وروسيا في موارد البلد. هذه هي الخطة. تجي الشركات الرأسمالية وبيوت التمويل الأجنبية اللي وقع معاهم حمدوك الاتفاقيات اللي استبق بها برنامج الاقتصادي اللي يتنكر له، وكان بهنا شايف في اللجنة الاقتصادية شغالة وهو حسم خياراته الاقتصادية مسبقا ووقع على اتفاقيات قد تمتد ل 20 سنة. هذا هو حمدوك، هذا هو المطلوب الآن، يجب أن نتصدى لهذا. القوى الجماهيرية صاحبة المصلحة يجب ألا تسمح بمرور هذا المخطط، يجب أن تنتظم الشوارع في مظاهرات بمذكرات باعتصامات زي ما ذكرنا لهزيمة هذا المخطط الأجنبي المدعوم من الداخل بحلفائهم اللي بيسموهم شركاء العملية السياسية، والشارع بيسميهم شركاء الدم، وهم شركاء الدم فعلا. شكرا.